عسلامتكم الناس الكل، مرحبا مرحبا. رجعت لكم بعد جديدة بالفيديو هذا، ان شاء الله ما يكونش طويل عليكم. كالعادة صغيرات قصدوا رب مشي يقراو على رواحهم. هزيت رواحتي ومشيت ندور من البلايصه لبلايصه باش نقضي حاجاتك شويه تنويشات. اول حاجه تعديت ليها هي اكسيون، خذيت من عندهم القماش هذاك ياسر فاوح معهم صحينين طبقاتك كبار شويه، كانوا عندي كيفهم ومشاو الارواح تكسروا. خذيت حوايجات اخرى البيه الفايده يا سيدي، انا شرحت على الورد على الصباح، حابه ناخذ بوكي دو فلور هكا نشيخ عليه نعدي بيه نهايري. تعديت الالدي هي اقرب وحده ليا، الحقيقه انا جاي من كل ذبلي. خذيت اللي شاد روحه شويه فيهم. المهم روحت بيه فرحا مسرورا، نحيت منها هاك الورقات كل قصن، نقصت من الورقه اللي فيها وهزيتك القرطاس اللي يجي معها حطيته في الماء ونقصت زاده من الليتيش، وهكاك عملت له منظر هكا مزيان علق ليله الواحد يبدا به نهايره. المهم نتعداو به الفايده. اليوم باش نعملوا مع بعضنا ان شاء الله مطبقه باللحم المفروم. انا اللحم المفروم خذيته من امس وفوحته زاده من امس وخليته باش اليوم نربح الوقت الحقيقه. كيف حضرته امس اللحم حطيته على جهه وديريكت خذيت هكا كعبه طماطم وقريم فلفل وشويه بصل عادي والبصل الاخضر وشويه ثوم وشويه نعناع هكاكا وتوابل، وخلطتهم الكل مع بعضهم ومع اللحم وخليته هكاكا في الفريجيدير لليوم باش هكاكا نربح الوقت. الفايده اليوم انا باش نزيد كان شويه طماطم حكه وشويه هكا فلفل اكحل وشويه ملح وحويجه توزوز شويه اهروس ولا الفلفل الاحمر عندي مهروش توا نشوفوا. المهم حطيت شويه زيت في المقله متاعي وحطيت عليها اللحم اللي مفوح من امس هكاكا ديريكت نخليه يتقلب بالكدا على الزيت. هو بطبيعته راهو باش يقر الزيت، دونك ما عملتش برشا زيت. فوالا نتبعه بشويه بشويه وبعد نكمل مغيرفه هكاكا مليانه طماطم الحكه باش يتبدل زاده لونه شويه. فوالا راهو زاده من امس حطيت فيه شويه كركم، للأمانة حطيت فيه شوية كركم زيادة وشوية تابل وكروية. المهم نخلط تبع بشوية بشوية لين يتحلى طماطم على اللحم وهكا الدنيا هذيك الكل. وبعد لهنا باش نزيد تفويحة أخرى جيست كما قلت لكم، شوية ملح خاطر ما حطيتوش وشوية فلفل أكحل ومغيرفة من الفلفل الأحمر المهروش هكاك باش يعطي هكا الطعمة متاع تحرحيرة ويبدا موزوز ما شاء الله. مرقته بشوية ماء، الماء هذاك باش نخليه يطيب فيه اللحم بالكدا بالكدا وكهو هاك الفلفل الكحل والملح حطيته توا ونخليها تطيب في عقلها. المقله نتاعي هكاك طيب ما عادش برشا باش تعديت لهنا ديريكت للعجينه نتاعي باش نحضر البات باش نحضر توا المطبقه. خذيت الفرينه عندي شويه في باكو قديم كملت من الباكو الاخر يمكن اكثر شويه مرطل 600 غرام هكاك في الجمله حطيت باش نحط عليها رشيشه ملح وبطبيعة باش نخلطها بشوية ماء عادي مش سبيلة، لا هو هكا الدافي ولا هو هكا البارد مش سبيلة، ونخلطها بالكدا بالكدا. فوالا ولهنا باقي نتبع فيها بشوي بشوي العجينة باش ما تكونش طرية برشا وباش ما تزيدش وباش زاده تتعجن بالكدا. الماء يعني نصب فيه بشوية بشوية في العقل وباقي نعجن. فوالا توا بعد ما نلمها بالكدا اضافه صغيره باش نعملها في الاخر هو شويه زيت، الزيت هكاك باش يلين العجينه. تنجموا تعملوا حتى شويه زبده، هي اضافه الحقيقه ماهيش لازمه جمله. حتى في عجينه المطبق العاديه ما نحطوش زيت، ابا اضافه بركه باش نعملوها باش تلين العجينه شويه وكهو. المهم توا العجينه ما شاء الله حضرت، نخرجها على جهه والحشو هذاك اللي طيبناه نتاع اللحم المفروم ديجا تطبق بالدريج ولا درجين، خليها هكاكا للي يبرد ولكن هو مازال سخون راهو شد روحه بالسخانه. هاي سيدي العجينه نتاعي هذه باش نشكلها كعابر صغار. انا منحب نعملها كيما المطبقه، يعني هاك الكعبه فوق الكعبه، من نحبش الكعبه نثنيها منها فيها. او نسبقش الحديث حطيتك طبق هذاك رشيت عليه شويه زيت وناخذ بالكعيبه ونكعبر ونحط، ناخذ بالكعيبه ونكعبر ونحط. تشوفوا حجم الكعبه على وسط الكف يعني مش كبيره خاطر نحبها زاده صغيرين، والمقله اللي باش نطيب فيها زاده مش كبيره الحقيقه. يا سيدي كملت العجينه الكل شكلتها احجام متقاربه تقريبا، وكون نحاول ديما نعمل كعبتين يعني كعبورتين، راهي هذيك عباره على كعبه مطبقه كامله خاطر باش نحط كعبه ملوطه وكعبه من فوق. فوالا وما نساوش هنا نرشوا عليها شويه زيت، الزيت هذاك باش ما تعملش القشره من فوق وباش نخليهم يرتاحوا في عقلهم. باش نكمل عليهم هكا بابي سيلوفان ونخليهم يرتاحوا. ماذا بيا زاده اللحم نتاعي لهنا اللي طيبته يكون بارد، هذاك علاش باش نخرجه انا من المقله نتاعو ونحطه في صحيفه ونخليه يبرد في عقله. العجينه ترتاح هكاك تسهلي بعدين طريقه حلينها، والحشو زاده يكون بارد في عقله. الوقت هذا اللي ترتاح فيه
اللحم والعجينه. عندي صغيرات ما ياكلوش اللحم المفروم، دونك باش نحط لهم زاده حويجه زاده طيب اون باراليل ونربح الوقت. خذيت الدجاج نتاعي لهنا باش نعمل له تتبيله فيسع فيسع. خذيت صحيفه صغيره حطيت فيها شويه قارص باش نكمل عليهم شويه زيت. ديجا الزيت الاول هو اللي حطيته، بعد شويه قارص باش نحط عليهم زاده فحات اخرين شكله منه. عندي شويه لهنا توابل مخلطه تاع دجاج حطيت منها وفيها الملح للامانه، وباش نزيد عليهم شويه كركم ونزيد عليهم زيادة حاجات أخرى حشائش هكا نزين نفوحوا بها. الفلفل الأحمر هذا حلو ماهوش حار، جيس باش يبدل اللون هكا متاع التتبيلة. وباش نزيد عليهم كيف ما قلت لكم هكا حشائش كيما الزعتر والكليل. أنا عندي شوية زعتر وكليل مرحيين باش نحط زيادة رشيشة منا ورشيشة منا. باش تحطوا حتى شويه نعناع، حتى النعناع شايح ذكرته كان بعد هنا، وشويه زنجبيل فوالا. وما تنساوش زاد شويه تابل وكرويه باش نحطهم زاد لهنا ونخلطهم هذم الكل مع بعض. فوالا للامانه راهو الفحات هذيك التوابل المخلطه شريتها حاضره فيها الملح هذيك، على انا الملح ما حطيتوش. يا سيدي اكد طريفه الدجاج في الصحيفه نحط عليهم ديريكت الماريناد نتاعنا اللي حضرناها، ولف لف 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 نخلطهم مع بعضهم وديريكت للاير فراير. هكاك ياخذوا 30 دقيقه 35 اقل، انتم عينكم ميزانكم. انا نحطهم هكاك من 25 ل 30 انت وسمكم تاع الدجاج. فوالا هذه حاجه وتهنيت منها وارتحت. توا باش نرجع عاد للعجينه نتاعي. العجينه حضرت ارتاحت بالكدا، تراو فيها في ساعه ما تتحل الكعيبه. حليت الكعيبه لولو حطيتها على صحين على جهه، وهذه الكعبه اللي في الصحن الكبير ولا في الطبق الكبير هي اللي باش نعمل لها الحشوم تاع اللحم. بالطبيعه بعد ما تاكدت انه اللحم زاد برد، خاطر كي نعملوا هكا سخون العجينه تتحل من داخل. وحطيت غاديك مقله هكا كبيره باش نطيب فيها الخبيزات نتاعنا ولا المطبقه بالمفروم. حطيت الحشو في الخبيزه الاولى اللي حليتها. الزيت هذاك زاد يساعدنا باش في سهم العجينه تتحل وما تشدش زاد راهو. وناخذ الطرف الاول هذاك اللي حطيته انا على جهه ونحطه من فوق هكاك. انا نحب هكا المطبقه، راهو تنجم اللي ما عنده. انا وسعت بالي خاطر كملت قضيتي مشواري خذيت وقتي يعني، وعملت عليهم كيف اللي مزروب نجم كعبه واحده تثنيها منها فيها كل كعبه الشباتي. انا قلت خليني نعملها هكاك. يا سيدي الجناب هذيك الكل لفيتها يعني هكا لميتها على بعضهم وخليتها وديريكت على المقلة. نتبع بشوية، نحاول النار ما تكونش قوية خاطر اون باراليل باقي نحل في الكعبة اللي بعدها. نحاول هذه الأولى حليتها نحطها على جهة على الصحن، ونحل الكعبة اللي بعدها اللي باش تجي من اللوطة. طريقة سهلة على الآخر. أنا عملتهم الحقيقة فير 11 هكاكا ولا 11 ونص، كملتها في أقل عقلي خاطر الصغار يقراوا الكل يلقى واحد وقته يعني. يا سيدي نكمل كيف كيف بنفس الطريقة. ناخذ بعد بالطبيعة هكاكا كرشة صغيرة نعمل فيها أنا على الخبزة ولا على مطبقة هكاكا تعطي هكا اللون المزيان متاع ما يبداش مطبعة. فوالا اي نكمل الكعبه الثانيه. هي الثانيه الاولى هيك نقلبها مرتين، نبدا نعمل حشول الكعبه اللي بعد وهكذا دواليك في ساعه في ساعه. والله جاو مزيانين وبنينين على الاخر. وحتى الحروره اللي عملتها في الاخر نتاع الفلفل الاحمر المهروج زادتها بنا ما شاء الله. فوالا وفي الوقت انا قريب نكمل ديجا حتى الدجاج متاعي ما شاء الله بريسك طاب، نخليها على جهه وباش نكمل معاهم شويه فريت هكاكا فطير صغيره تحضر. وفطيرنا احنا نكملوا له هكا سليطه ولا اللي هو واللي ما يحبش مش لازم. يا سيدي كملتهم الكل وارتحت. وبقى لي كان نوريكم الكعيبات المطبقه بالمفروم كيفاش جاو، صدقوني بنا على بنا.
جاو كعبات ما شاء الله، حتى من العجينه نتاعها جويده على الاخر، ما جاتش خشينه ولا جات معجنه بالكل. انا من الاول جودتها والحمد لله هي ما تحلتش، حتى في التيابه كيف ريناها بعضنا ما تحلتش بالكل. الحقيقه حاجه ياسر بنينه، نشجعكم تعملوها وجربوها، راهي حاجه بنينه برشا لعشاق المطبقه. هاي يا سيدي هذا الفيديو متاعنا كان اليوم، وبعد عوده ومديده رجعت بالفيديو هذا ان شاء الله ما يكونش طويل عليكم. ونقول لكم كان ملتقانا في فيديو اخر كان عشنا ان شاء الله، وتوا نقول لكم بسلامه.